كشفت التيك توكر السعودية إيلاف الزهراني تفاصيل عملية النصب التي تعرضت لها على يد عريسها السابق، والذي انتحل صفة شيخ كويتي يدعى ناصر فهد الصباح. كما تحدثت عن خوضه في شرفها بعد الانفصال. وقالت إيلاف الزهراني في مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي أن القصة بدأت عندما طلب منها الشاب الارتباط، فطلبت منه أن يسأل والدها. وأضافت إيلاف الزهراني: قلت له اللي يبغاني يروح لأبوي، وراح لأبوي ويتكلم مع أبوي، هو في الآخر طلع إنسان مش كويس، الله يستر عليه بكيفه. كما أضافت إيلاف الزهراني أنها لم تكن على دراية بأخلاقه منذ البداية، موضحة أنها تراجعت فورا عن قرار الخطبة بعد معرفتها به عن قرب. إنسان لما جاني قلت له اللي يبغاني يروح لأبويا، وراح لأبويا وتكلم مع أبويا، هو في الأخير طلع إنسان مو كويس، الله يستر عليه بكيفه. شوفوا هو قاعد يتكلم فيني وقاعد يدخل في شرفي ويدخل في هذا الشيء أنا ما أقدر أوقفه لأنه إنسان غير سوي. أنا أوقفه كيف؟ عن طريق إيش؟ عن طريق القانون اللي يقول من عائلة الصباح يكرمون الصباح عنه، يكرمون أهل الكويت عنه. أختصر لكم الموضوع. الهوية اللي كان مرسلها كانت كذب، ووقت التحليل حق الزواج أوكي طلعت الهوية غير صحيحة، انتهى النقاش. ترى احنا في السعودية يعني احنا مو واحدة مثلا هو جاي يخطب سعودية اصلا. كل شيء كذب، لا تصدقون. زي كذا اقول لكم لا تصدقون احد. واطلع مثلا اثباتات وادلة ومدري ايش، ما هي حلوة بحقي انا في الخير يعني انا انا عندي بنتين. الشيء اللي أنا ما أرضى على بناتي، ما أرضى على سمعتي، حتى لو هو إنسان غير سوي، مو ذنب الناس إن أنا أقعد أطلع الوساخة دي في السوشيال ميديا. أحب أطلع دايما أطلع بصورة حلوة، عرفتوا؟ ما أحب إني أطلع وأطلع مشاكلي. أنا أعطيت نفسي لما أنا غبت الأسبوع ده وقلت لكم أنا تعبانة من أسناني، حبيت كمان أنا أعطي نفسي وقت. أحب أعطي حتى لحزني لصدمتي، أحب أعطيها وقتها من غير ما أظهرها للناس. الناس ما لهم ذنب.